السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير ان شاء الله. وانتم تتشوفوا الفيديو ديال اليوم. رجعت لكم فيديوهات ان شاء الله جدادين، ان شاء الله عوده ميمونه ان شاء الله. كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اذا اليوم الوصفه ديال الحمل. اليوم ان شاء الله وصفه اللي غادي ان شاء الله تحملي بها وتسمعي كلمه ماما او بابا. فعلا شحال هذا البنات ما حطيت لكم وصفات او لا لحقاش ما تتفاعلوش مع الفيديوهات وما تتبارطاجيوش صافي الفيديو تتخليوه عندكم والسلام عليكم. لا البنات، خاصكم تحاولوا تبارطاجيو، خاصكم تحاولوا اللي محتاجه الدريه هكا ديروا ليها الفيديو باش هكا حتى حنايا ان شاء الله نبقاو نعطيكم المزيد والمزيد ان شاء الله. اذا على بركه الله، هذه الوصفه هذه البنات راها غادي تحملي بها ان شاء الله، غادي تنقى لك الرحم، غادي كاع اي حاجه تتكون دوك الشوائب ولا هذا ان شاء الله غادي ينزلوا كاملين. كاين تتقول لي بزاف منكم عطينا هذه الوصفه، عطينا الوصفات امل، وصفات الحمل. ها انا اختي ان شاء الله غادي نعطيكم وصفات للحمل. هذه الوصفه غادي نضربوا عصفورين بحجر واحد. اشنو هي الوصفه؟ هنا اختي عندنا التمر راه معروف عليه واعر زوين. غادي نحتاجو هنايا 7 تمرات. هنا عندنا اختي حب الرشاد، ها هو تتشوفي فيه حب الرشاد اولا الحبه الحمراء كما تيقولوا ليها، ما عرفتش انا. مهم حب الرشاد هذا واعر بالنسبه للحمل، هذا غزال، هذا فن. هذا حب الرشاد هذا بالنسبه اللي بغات تحمل تسمع كلمه ماما. وعندنا هنايا ها السمسم او الزنجلان، السمسم هذا اولا الحمر. بلا ما تحمروه ديروه غير هكاك مزيان بحال هكا. او رابع مكون واللي هو الزيت البلديه او زيت الزيتون. يعني بزاف تيسولوني واش هذا زيت الزيتون اولا زيت البلديه. لا، هذا الزيت البلديه. على بركه الله نمشيو للطريقه. هنا عندي واحد الكاسرونه، هاد الكاسرونه هذه غادي نديروها فوق العافيه. ها هي اختي، غادي نشدو هاد التميرات هادو، غادي من طبيعه الحال غادي نحيدو ليهم التمر، عفوا غادي نحيدو ليهم العظم. ها هو ثانيه ثالثه. انا تنوري لكم دابا، ما بغيت ندير لا مونتاج لا والو باش تشوفوا كلشي على عينيكم وكيفاش الطريقه وتحاولوا انكم تبارطاجيو. عندنا هنايا 5 6 7. وشوفوا البنات، نحاولوا هاد التميرات هادو نديروهم على التمر هكا، نفتحوه من الفوق ونحطوها بحال هكا باش هاد الفتيحه هذه تبقى لينا من الفوق. مازال غادي نعمروها بهاد المكونات ان شاء الله. هكا انا درت هاد التميرات هنايا. غادي نحاول انني نهز بحال هكا ديال حب الرشاد لكل وحده ندير فيها بحال هكا لكل وحده. نتمنى فعلا ان هذا الشيء يكون تيبان لكم باش تطبقوا الوصفه كما هي بحال هكا. ونحاول اختي نجيب تاني الزنجلان حتى الزنجلان حتى هو نديروه بحال هكا. يعني نديرو التميرات وندير فيهم حب الرشاد ونعاودو نديرو فيهم الزنجلان بحال هكا او السمسم نديرو بحال هكا هكاك. نتمنى فعلا ان هذا الشيء يكون واضح وتيبان مزيان. هنا غادي نجيب اختي الزيت البلديه، زيت الزيتون هكاك. نتمنى انك مشيتي معايا خطوه بخطوه باش تسمعي كلمه ماما وباش تحملي ان شاء الله. غادي ندير اختي، ها شوفي شحال تاع الزيت غادي ندير. ها انتيا قيمه واحد ربع كاس ديال الزيت، ماشي نص كاس، لا غير ربع ديال الكاس هكاك. ها انا اختي هاد التميرات هادو ها هما تتشوفي فيهم بهاد الزيت البلديه. دابا غادي نديوهم فوق النار. ها انا غادي نمشي فوق العافيه ونديكم معايا غادي نمشي نديرهم فوق البوطه وها نتوما معايا.
ها هي اختي فوق العافيه او فوق النار غادي تدي وتجيبي هاد التميرات هادو بحال هكا حتى تحسي بدوك التميرات تدبالو. وهاد حب الرشاد هذا والزنجلان من الفوق ماشي مشكل، واخا ما تقلبيهمش التميرات، واخا ما تقلبيهمش غير من الظهر ديالهم صافي، وتخليهم اختي على هذا الشكل هذا واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق هكاك صافي وتحيديهم. انا اختي نتمنى فعلا ان الفيديو شفتوه مزيان. هاتيا شوفي التمره اختي كتولي يعني دابله، نقصوا عليه العافيه شويه ما تجهدوش اختي. ولا بغيتي الدريه الصالحه راه خاصك تيقول لك لا بغيتي العسل خاصك تصبر القرص المحل، راه بحال هكا. الا بغيتي الاولاد راه خاصك اختي ديري المجهود وخاصك ديري السبب باش ان شاء الله ربي يستجب للدعاء ديالك. ومني غادي تسالي من ديك القصيرينيه غادي ديري اختي فواحد الطبيسيل اولا غادي ديري فواحد الزلافه اللي تكون محكمه الغلق. وطريقه الاستعمال ان شاء الله غادي تسني تجيك الدوره الشهريه وغادي تعملي هاد الوصفه هذه ان شاء الله النهار الاول والنهار الثاني. هنا عندنا 7 تمرات غادي ديريها 7 ايام. المهم كي تجيك الدوره الشهريه 6 ايام ديريها، كي تجيك 7 ايام مهم ديريها من نهار جاتك الدوره الشهريه لمده 7 ايام. وتحاولي انك تاكلي كل نهار وحده على الريق، كل نهار وحده على الريق ان شاء الله والله يجيب التيسير. وهذا الشيء اللي كاين البنات هذه وصفه مضمونه للحمل، وصفه غزاله بالنسبه اللي بغى يحمل. وما تنسيش اختي من الصلاه ومن الدعاء، راه كل شيء تاع ربي سبحانه وتعالى. حنا تنبقاو غير سبب بلا ما تبقاي تقولي زعما لا ما نديرش، لا بالعكس خاصك ديري وخاصك توقفي وخاصك تجري على راسك وخاصك انا تنعطيك النصيحه بحال اختك، انا تنعطيك النصيحه بحال امك وبحال المهم حسبيني كيف ما بغيتي. الوصفه ناجحه 100%، ديريها اختي وتفكريني ان شاء الله. غادي تاكلي اختي كل نهار وحده لمده 7 ايام. ها هو اختي حب الرشاد تيكون على هذا الشكل، والتمر والزنجلان او السمسم اللي هو الصراحه واعر بالنسبه للناس اللي بغا يحملوا. عندي بزاف تاع الوصفات، نتمنى انكم تدخلوا عندي الانستغرام تيك توك خلاص راه الناس تيدخلوا عندي وتيكومونطي وتنطلع الكومونتيرات، حتى في اليوتيوب تنطلع الكومونتيرات ولكن شحال هذا ما بقيتش حطيت عليها، ما بقيتش تنطلع الناس صافي. مهم وصفات امل الفلالي للحمل وصفات ناجحه ووصفات غزاله بزاف. المهم نتمنى لكم التيسير ونتمنى لكم انكم تجربوا الوصفات وهادشي اللي كاين. يلا خليتكم على خير ان شاء الله.